عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بحبكم جدا جدا. قبل ما نبدا اي حاجه ما تنسوش تصلوا على النبي المختار عليه افضل الصلاه والسلام. اهلا بيكم هنا في قناه دقيقه المطبخي. النهارده هنعمل مع بعض القرنبيط، هنعمله بطريقه جميله جدا ومقرمش كده ومستوي وهيعجبكم ان شاء الله. معانا هنا فصين توم مهروس، معلقتين توم مهروس، معانا هنا كزبره ناشفه، كمون وملح، حاجه بسيطه جدا. معلقتين نشا كبار، كزبره مقطعاها، 3 بيضات، كوبايه دقيق. معانا هنا كميه قرنبيط جبتها وسلقتها. كل اللي عملته اني حطيت ميه تغلي على البوتاجاز، حطيت فيها حبه كمون عشان الغازات بس وكده من القرنبيط وسلقته فيه اهو. هنعمل ايه مع بعض؟ هنجيب البولة بتاعتنا كده، نحط دي هنا ثانية، نعمل البيض بتاعنا. نحط البيض بتاعنا اهو، كمية البيض بتاعتنا كلها نحطها. نحط التوم اهو، التوابل اهي، كزبرة ناشفة والكمون والملح. هنحط معانا، نضرب كده الاول الملح بالبيض اهو، نضرب ضربة كويسة اهو. هنحط الكزبرة بتاعتنا. طبعا الكزبرة دي انا مفرطاها، انا ما بحفش الخضرة خالص، بس لما بجيب كمية كبيرة بضطر اني عشان ما تبوظش افرزها، وبستخدمها زي كده في خلطة جوه الاكل، مش بتبقى باينة في سلطة او في حاجة، فبتبقى محتاجة خضرة بس مش هتبان اوي يعني اذا اسمرت او حاجة، فبفرزها كده احطها في خلطة محشي، بحطها مثلا في قرنبيط، وكمان لما ببقى مزنوقة جدا يعني محتاجاها ضروري اهو. نقلب الخضرة كويس كده في البيض. دي معلقتين النشا هتفرق في القرمشة بتاعته جدا اهو. النشا نقلب كويس جدا في الخلطة. طبعا القرنبيط دي اكله مفيده جدا، في كذا طريقه تعملي بيها القرنبيط عشان ولادك لو ما حبوش بالطريقه دي اكيد اكيد هيحبوه بالطريقه دي. يعني اعمل لكم كذا طريقه في كذا فيديو عشان لو ما عجبتهمش باي طريقه اكيد في واحده من الطرق هتعجبهم يعني. هننزل كده كميه من الدقيق ونقلب اهو. نفضل نقلب، بس انا كده مش محتاجه دقيق تاني، هو القوام بتاعها كمان ايه اهو، يعني تخن شويه عن القوام اللي بستخدمه، بس مش هحط دقيق تاني اهو. لو تخن منك القوام هتفكيه بحبه ميه، باي حاجه، نقطه ميه، نقطه زيت، عندك بيض تزودي، بس انا مش بزود اكتر من كده بيض في الخلطه يعني عشان ايه ما تبقاش تتقل عليا اهو كده. بس هناخد دي
وهنا يا حبايبي خلاص انا رحت اخدت الخليط بتاعي، اديته ضربه كده بالهاند بلندر عشان يختلط مع بعض والكزبره كمان تصغر عن الحجم اللي انا مفرزاها بيه، عشان كنت مفرزه حجمها كبير شويه. بس كده خلاص جهزت الخلطه بتاعتي، وحاطه هنا الزيت اهو يسخن. هجيب القرنبيط بتاعي اغطسه كده في الخلطه اهو، وفي زيت سخن على طول، لازم يكون سخن عشان القرنبيط ما يشربش زيت، عشان لما تحطيه في زيت بارد بيشرب زيت اهو. الزيت كده زي ما احنا شايفين. هعمل بقية الكمية كده في الخلطة بنفس الطريقة. حاولي تخلي الخلطة تدخل فيه من جوه كده، عشان ميبقاش من جوه ايه مفهوم مش مطعم. انا عايزة اصغر القطعة دي عشان ايه يدخل لها خلط زي ما احنا شايفين كده. طبعا هحمر ناحية واحطها في الناحية التانية اهو اهو. مش بس معانا عشان ايه ما نوسخش الدنيا معانا. هاخد كده قطعة اقطعها بس اهي اهو. هحط معانا على الزيت اهو. هعمل معاكم القطعة دي الأخيرة وخلاص كده عشان أخلص الكمية اهو. وهخلص الكمية اهو. معانا حتة كده صغيرة هعملها معاكم. هعمل لكم كذا طريقة للقرنبيط ان شاء الله الفترة الجاية، هعمل لكم كذا طريقة عشان تعجبكم اهو. شايفين هو في دقيقتين بدأ يبقى ازاي مقرمش جدا. هخلص الكمية دي كلها وارجع لكم تاني. انا باقي معايا كمية قد اللي حطيتها من شوية، هحط دي ودي وهخلصهم وارجع لكم تاني. ورجعنا لكم تاني يا حبايب قلبي بعد ما خلاص حمرنا القرنبيط بتاعنا، وبسم الله ما شاء الله اللون روعة اهو. شايفين الجمال ومقرمش كده وجميل اهو. افتح لكم واحدة تانية. شايفين زي البانيه من بره كده ومن جوه طري ومن بره مقرمش. وهنا معانا المخللات اللي عملناها مع بعض على القناة. ده مخلل اللفت ومخلل الليمون ومخلل الفلفل الحار اهو. بس كده، ودي كانت طريقتنا النهاردة ويا رب يكون طريقة النهاردة في عمل القرنبيط عجبتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة عشان ده دعمكم ليا وعشان القناة تكبر بيكم وليكم. وباي.